السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. تعالوا نعمل مع بعض كده وصفة سريعة من الحاجات السفريزات اللي احنا فرزناها قبل رمضان. احنا اتفقنا مع بعض ان احنا ما نهدرش ونوفر على قد ما نقدر ونستعمل الحاجات او نفرز حاجات على قدنا، ما نزودش زيادة عن اللزوم، عشان خاطر والله العظيم احنا شهر رمضان ده يعني الناس ما بتاكلش فيه للدرجة. يعني الحاجة كل ما بتفرزيها كل ما بتروح قيمتها الغذائية. فاحنا نفرز او نعمل التفريزات بتاعتنا بالمعقول، يعني ما نجيبش مثلا كميات وحاجات ونحس يعني وتحسسونا كده ان في ناس يعني الحاجة هتخلص. لا، اعملوا على بالمعقول كده. الحاجة بقت غالية وحرام علينا لما نعمل كميات وتيجي بعد كده تفقد القيمة الغذائية بتاعتها وطعمها، فما بنستفدش منها حاجة، فحرام يعني. فاحنا على مهلنا كده ونعمل كده بالراحة، والله الحاجة بتطلع زي الفل. وبيبقى فيها بركة وزي الفل كده لما تكون يعني تبقى على قدنا كده، ربنا بيطرح فيها البركة. تعالوا نعمل مع بعض كده فطار سريع كده بالحاجات اللي احنا فرزناها قبل رمضان ان شاء الله. طبعا انا كنت مفرزة معاكم صلصة قبل كده، فجبت بصلة كده على النار، بصلتين كده صغيرين او بصلة كبيرة، بحمرها كده تحميرة حلوة، بشوحها في معلقة سمنة وشوية زيت، وبعد كده بنزل فيها بشوية بالبصلتين دول مبشورين ناعم، وبعد كده بنزل فيهم بكيس الصلصة اللي انا كنت مفرزاه. طبعا الصلصة دي مش متسبكة، صلصة عادية خالص مش متسبكة. انا بشيل الصلصة المتسبكة للمحشي بس، بحيث لو هعمل محشي اطلع كيس على طول افكه واحط فيه الرز والخلطة واحشي على طول كمية المحشي اللي عندي. لكن طبعا الصلصة اللي هي العادية دي السادة دي، لو مثلا هطبخ طبخة كده بطلعها وبعمل البصل وبروح حطها فيها على طول. زي ما انتوا شايفين انا كنت مفرزة قبل كده بامية، وان شاء الله هعملها لكم في فيديو لوحدها بس لما تطلع ان شاء الله، لان دي كانت من الموسم اللي فات. تقريبا انا عملت فيديو قبل كده عن تفريز البامية بطريقتي انا. هتخليها مش فاضية من جوه. انا شريت قبل كده كيس بامية متفرز، يعني اللي هو الجاهز ده. ما عجبنيش خالص، يعني لقيته بعد ما حطيته كده غالي جدا اولا في السعر، وتاني حاجة ما فيهوش بركة. انا حطيته في الحلة كده حسيت ان هو كش، ولقيته مجلد، ولقيته كمان من جوه البامية تحس انها فاضية. تاكلي كده كأنك بتاكلي هوا، ما فيهاش اصلا حاجة من جوه كده فاضية. فما عجبتنيش نهائي، فقلت لا مش هجيبها تاني. وكانت غالية الصراحة جدا، يعني غالية يعني، وهي طازة كمان في الموسم بتاعها. فطبعا انا رحت مطلعة كيس من اللي انا مفرزاه. من ساعتها مرضتش بقى اجيب البامية المتفرزة دي تاني، ورحت قلت ايه افرز شوية يعني في اخر الموسم الصيف اللي فات. فنفعوني يعني كل ما نفسنا كده يعني، وبرضه مش كمية يعني، ممكن 3 4 اكياس بالكتير هم اللي انا بفرزهم. زي ما انتوا شايفين طبعا انا حطيت البامية بتطلعها متجمدة زي ما هي، بتحطها في الصلصة وخلاص على كده، وبنسيبها تتسبك مع بعضها كده وتاخد تقلبتين كده مع شوية شوربة من اللحمة اللي احنا بنسلقها. زي ما انتوا شايفين طبعا انا حمرت طبعا جنبيهم شوية رز. عملت الشعرية بتفضلي تعملي فيها لحد ما تتحمر، وبعد كده بننزل بالرز. طبعا بنفضل نقلب فيه لما حد ما تحسي ان الرز يعني ناشف كده وبيعمل صوت في الحلة، بحيث يكون نزل كل المية اللي فيه اللي احنا غسلناه بيها. عشان يديك الرز بعد كده مفلفل. في حاجتين في الرز لازم تعمليهم عشان يطلع الرز معاكي مفلفل. اول حاجة بتحمريه كويس، مع بتحمري الشعرية كويس، وتاني حاجة بتدي تقليبة حلوة كده وتشويحة حلوة للرز مع الشعرية لحد ما ينشف خالص من المية اللي فيه. ده سر برضو بيخلي الرز يطلع مفلفل معاكي. وكمان لما بتسقيه ميه او شوربه لازم تكون الشوربه او الميه دي بتغلي، ما ينفعش تحطيها ميه بارده. الميه البارده هتخليه يعجن منك. وطبعا كميه الميه اللي بتحطيها او الشوربه لازم تكون بعيار معين. طبعا انا بحط كده بالنظر لان انا اديلي فتره بعمل الرز ده، فعارفه المعيار بتاعه. زي ما انتوا شايفين انا حطيت المعلقه في قلب الرز. اول ما تحس ان الحته اللي احنا بناكل بيها الرز دي اتغطت كده بالشوربه، كده هو ده المعيار المظبوط للشوربه على الرز. تمام كده. وبعد كده بنديله غلوه كده من قبل ما نغطيه زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده بنروح مغطيينه على نار هاديه بقى.
زي ما انتوا شايفين البامية ما شاء الله بتاخد كده من معاه بعضها. انا زودتها شوية شوربة. هنا انا حابة احط شوية للرز من السكر الشوربة، او اللي هو الملح الصيني اللي بيقولوا عليه ده، بيدي طعم مسكر قوي وحلو جدا للشوربة. هنا بحط بقى شوية توابل، دي توابل لحمة، وشوية من السكر الشوربة بحطهم، وشوية من الكزبرة الناشفة، وشوية من الكمون، حاجات بسيطة كده عشان خاطر عايزين نحس بطعم الطبيخ بتاعنا. وحطيت شوية من توابل اللحمة، وشوية صغيرين من الشطة، لان انا هنا الصلصة ما كنتش حاطة فيها شطة او فلفل احمر، فعشان كده قلت احط شوية شطة صغيرين كده يدوها طعم كده وحلو. وطبعا انا لما حمرت البصل في الاول بحط معاها 4 أو 5 فصوص توم كده، لان البامية من الحاجات اللي بتحب يتحط معاها توم، بيظهر الطعم بتاعها. وفي الاخر طبعا هي خلاص دخلت على السوا، فرحت احط لها معلقة كبيرة من التوم المفروم ناعم، وبنغطي عليها. وبحطت لها طبعا الملح بتاعها، ملحتها وظبطت الملح بتاعها، ورحت مغطيه عليها النار، تاخد يدوب تقلبتين كده او غلوة سريعة، وبعدين بنقفل عليها. هنا طبعا انا ارطفت الملوخية ووريتكم انا بعمل الملوخية ازاي. برطفها الاول، وبعد كده بغسلها واصفيها، واروح حطها في فوطة والفها كده في الفوطة. اي فوطة مطبخ عندك بتروحي لفة فيها الملوخية عشان خاطر تنشف. وبعد كده بنستعمل زي ما انتوا شايفين، انا خرطت الملوخية وحطيتها في الحلة. الحلة دي انا كنت واخداها من والدتي، ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك لي فيها. انا عجبتني قوي الحلة، حجمها صغنن قوي، فعجبتني، فروحت قلت لها دي شكلها جميل قوي، راحت عطياني. طبعا هي حله الومنيوم، بس انا حاساه بحبها قوي، بحب اعمل فيها الملوخيه. سبحان الله، في حاجات كده الواحد بيحب يعمل فيها اكلات معينه. طبعا فرمت التوم ناعم، وبعد كده حطيته في معلقه سمنه مع معلقه زيت، وحطيت معاهم شويه من الكزبره الناشفه. الكزبره الناشفه طبعا بتدي طعم حلو قوي للطشه بتاع الملوخيه. ولو تاخدوا بالكم انا حطيت الملوخيه في الحله، وبعد كده نزلت بيها عليها بالشوربه السخنه اللي بتغلي، وبعد كده بقلبها لحد ما احس ان القوام بتاعها اتظبط معايا، وازود في شوربه لحد ما اظبط القوام اللي انا عاوزاه، وبوقف على كده. الطريقه دي بتخليكي تظبطي الملوخيه وتظبطي القوام بتاعها. وطبعا عملنا الطشه بتاع الملوخيه الجميله بقى. وما ننساش بقى الايه نسمي الله. ما تاخدوش في بالكم دي ايد ابني، بقيت اول ما يشم ريحة الملوخية يجري كده ويروح لازم يدوقها اول واحد. خلاص بقى خلصت البامية، رحت حطها في طاجن وحطيتها في الفرن كده تحت الشواية. بالكتير 10 دقايق عشان تاخد وش كده. وحطيت معاها كده حتتين لحمة كده سمينة يعني كده، عشان خاطر تديها طعم حلو. البامية بتحب التسبيكة الشديدة شوية. اتمنى يكون وصفة النهاردة. خلصنا الاكل بتاعنا، الملوخية جهزت والرز كمان استوى خلاص. احنا كده طبعا اتأكدنا ان الحاجة بتاعتنا تمام. بعد كده اللي هو البامية، بعد ما طلعتها طبعا من الطاجن زي ما انتوا شايفين، طلعناها من تحت الشواية، شكلها جميل جدا جدا. البامية محتفظة يعني بالقوام بتاعها من جوه ومن بره. مليانة يعني مش فاضية، زي وقلبها فاضي كده زي اللي انا جبتها متفرزة. ما تنسوش بقى، لو عجبكم الفيديو تدعوا لي دعوة حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.